آخر أخبار الكرة في دقيقة. مستقبل برونو فرنانديز مع مانشستر يونايتد يظل مفتوحا وسط اهتمام من الهلال وباريس سان جيرمان وبايرن ميونخ قبل الميركاتو الصيفي. باريس سان جيرمان وعدة أندية إنجليزية تراقب وضع إدواردو كامافينجا في ظل عدم رضاه عن دوره الحالي مع ريال مدريد. حسب الصحفي إكرم كونور، ريال بيتيس يتحرك لحسم التعاقد النهائي مع سفيان أمرابط رغم وجود عقبات مالية في المفاوضات مع فينربخشة. سيرهو جيرسي حسم موقفه وقرر الرحيل عن بوروسيا دورتموند خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة في انتظار العرض المناسب. أوسكار أعلن اعتزاله كرة القدم نهائيا بعد تعرضه لأزمة صحية خطيرة لينهي مسيرته مع ساو باولو عن عمر 34 عاما. أربيلو أكد أن خسارة ريال مدريد أمام مايوركا صعبت سباق الليغا، لكنه شدد على أن الفريق يجب أن يركز الآن بالكامل على مواجهة بايرن ميونخ. مدرب ليفربول أرني سلوت اعتبر الخسارة 4-0 أمام مانشستر سيتي خيبة أمل، وأكد أن التركيز الآن على مباراة باريس سان جيرمان في دوري الأبطال مع تحمل المسؤولية كمدرب.